سأروي لكم اليوم قصة قديمة جديدة. قديمة لأنها حدثت في الماضي، وجديدة لأنها قد تحدث الآن مع كل واحد منكم. المهم في قصتنا أن الحيوانات كانت تمشي على قدمين وتتصرف مثل البشر، فتزور الأسواق لتشتري وتبيع، وتعزف وتغني، وتطبخ الطعام، وترقص وتمرح، وتبني البيوت. وفي يوم من الأيام أريد 3 برتقالات لو سمحت. حاضر. تأخذين أكثر من العادة، فهل لديك وليمة سيدتي؟ اليوم بلغ أحفادي سن 15، وأنا أريد أن أحتفل بهم قبل خروجهم إلى العالم. مبارك سيدتي، ها هي تفضلي، وأرجو أن تقبلي هذه البرتقالة هدية متواضعة إلى أحفادك. شكرا، أنت لطيف جدا أيها القرد. شكرا لك. رائع، كل شيء محضر الآن. إنها رائحة كعكة. طيبة لذيذة هي حلوة. انظرا، وجوهنا مرسومة على الكعكة. هيا اغسلوا أيديكم لتتناولوا الطعام. إنها لذيذة. لذيذة رائعة. اسمعوا قولي. اليوم سيبلغ كل واحد منكم سن 15، وهي سن مناسبة لتبنوا بيوتكم. ماذا نبني؟ قلت بيوتنا الخاصة. أجل يا أحفادي، أعماركم مناسبة لتعتمدوا على أنفسكم، وغدا تخرجون إلى العالم. يجب أن تقوموا ببناء بيوتكم المتينة والمستقلة أيضا. أنا لا أريد. وأنا لا أريد. جدتي، لماذا تريدين منا أن نخرج من البيت؟ يا صغيري، لقد تقدم العمر بجدتك يا عزيزي. أريد أن أطمئن عليكم وأن تعتمدوا على أنفسكم. انتبهوا، ابنوا بيوتا متينة لكي لا يستطيع الذئب مهاجمتكم وافتراسكم قبل أن تكبروا وتتعلموا كيف تدافعون عن أنفسكم. مع السلامة يا أحفادي. نخرج إلى العالم وحدنا لنبني بيوتنا الجديدة. هيا فسرا لي هذا القول. لا أعرف تفسيرا. ماذا سنفعل الآن؟ وجدتها. أرعبتني. لماذا تصرخ هكذا؟ أنا آسف. اسمعاني جيدا. قررت أن أبني بيتا متينا لأعيش فيه. ماذا؟ تبني بيتا؟ نعم. إذا أردنا أن نبني بيتا متينا فعلينا أن نعمل ولا نتسكع على قارعة الطريق يا إخوتي. بالإضافة إلى ذلك لا تنسيا وجود الذئب الشرير بالقرب منا دائما، فإذا جاء قبل أن نبني البيت فسوف تحدث كارثة. هذا صحيح. سأذهب لأبني بيتا. وأنا. حسنا، اتفقنا. هيا بنا. هيا. وهكذا بدأ الصغار الثلاثة يعيشون حياتهم الخاصة بعد أن غادروا منزل الجدة المسنة التي تريد لهم أن يعتمدوا على أنفسهم. ذهب أحدهم إلى السوق واشترى حزمة كبيرة من القش ليبني بيته. سأبني بيتي من القش وسيكون جميلا. أما الثاني فقد اشترى حزمة من القصب، حملها على كتفه وراح ليبني بيته. بيت القصب بارد في الصيف حار في الشتاء. هذا رائع. وذهب الثالث يشتري الحجر ليعمر بيتا لا تهزه الريح.
بيت الحجر يشبه بيت جدتي، قوي ومتين ويحميني من هجمات الذئب ولا تهزه الرياح. وهكذا بدأ كل واحد منهم ببناء بيته الجديد المستقل. اهربوا، جاء الذئب! أين تهربون مني؟ لن تستطيعوا الجري بعيدا أيها الحلقة. أمسكت بك أيتها الدجاجة، أنا جائع جدا لذلك سآكلك. دجاجة سمينة ومذاقها لذيذ. ها؟ والآن انتهيت من بنائك يا منزل الجميل، ولم يبقى إلا أن أعرف هل انتهى أخواي من بناء بيتهما؟ يبدو أنني اليوم سأحظى بوجبة دسمة. لكن بلا شك البيت المصنوع من القش هو الأجمل. هاي أيها الصغير، هل تسمح للضيف أن يدخل بيتك الجميل؟ من يكون؟ يا للكارثة، إنه الذئب! أيها الصديق، اسمح لي، أريد أن أرى بيتك. هيا لا تجعلني أنتظر أكثر من ذلك، أرجوك. لن أسمح لك بالدخول، أنت عدوي وأنا أخاف منك. أنت تقول هذا أيها الجبان وتحتمي بهذا البيت الضعيف. سأهدمه بنفخة واحدة. انتهيت أخيرا من هذا البناء. والآن يا منزلي الرائع، ستقيني من حر الصيف وبرد الشتاء وتوفر لي الراحة والأمان. يبدو أن الوجبة دسمة هذه المرة أيضا. أنا محظوظ. يا صغير، أنا ضيف، اسمح للضيف أن يدخل بيتك الرائع. من أنت؟ هذا أنت أيها الذئب وتريد الدخول. أيها الصديق، اسمح لي، هيا لا تجعلني أنتظر أكثر. لن نسمح لك بالدخول أيها الذئب، فأنا أخاف منك. لن تسمح لي وتحتمي بين أعواد القصب الضعيفة. سأهدم بيتك بنفخة واحدة. صار البيت رائع. لقد بذلت كثيرا من الجهد والوقت لأتمكن من بناء المنزل الحجري المتين. الوجبة الثالثة، لا يزال في معدتي متسع لك. أهلا وسهلا. ها؟ أيها الولد الصغير، أتاك ضيف، افتح الباب. من يكون هذا الضيف يا ترى؟ هذا الضيف هو أنت أيها الذئب. افتح الباب يا صديقي، أريد الدخول إلى بيتك، فلا تجعلني أنتظر أكثر. أتعلم من أنت؟ أنت عدوي ولن تدخل أبدا. ماذا؟ وتقول هذا بكل وقاحة؟ سترى كيف سأهدم بيتك فوق رأسك بنفخة. لم يتحرك أبدا. سأحاول ثانية.
مرة أخرى وأقوى. انقطع نفسي ولم يتزحزح من مكانه. نجحت. لن يتمكن الذئب من هدم بيتي لأنني بنيته من الحجارة القوية. من أنت أيها الذئب؟ هيا انفخ، هيا، أنا لا أخافك. يجب أن أفكر في طريقة أخرجه فيها من هذا البيت القوي. مرحبا، سأثبت لك حسن نيتي تجاهك وسأصحبك إلى حقل لفت شهي لذيذ، ما رأيك؟ هل تقول حقل لفت؟ نعم، حقل لفت، وسنصنع منه طعاما شهيا لي ولك يا صديقي. اخرج لأخذك إليه. تدلني عليه أولا. بكل سرور يا صديقي، إنه على الضفة الثانية للنهر عند شجرة البلوط، وفيه أيضا خلايا نحل تضم عسلا لذيذا. لقد تأخر الوقت وأنا شبعان، ما رأيك أن نذهب غدا صباحا؟ أنا موافق، ولكن أي ساعة تأتي لنذهب؟ آتيك في الساعة 6. مناسب؟ سأنتظرك بفارغ الصبر، فلا تتأخر علي أيها الصديق. سآتيك مثل البرق. الغبي لا يعلم أنه الطبق الأساسي في وجبة الغد. سآكلك وأبكي عليك. في صباح اليوم التالي استيقظ الصغير قبل موعده مع الذئب بساعة. توجه من فوره إلى حقل اللفت الذي دله عليه الذئب. جمع الصغير بعض اللفت والعسل وعاد إلى البيت بسرعة قبل قدوم الذئب. والآن أيها الصغير، عندما تخرج من بيتك تصبح داخل معدة الخاوية التي تنتظرك. هل أنت مستعد للذهاب؟ ماذا فعلتها بي أيها الصغير؟ لا بأس، سأدبر لك حيلة أخرى. أيها الصديق، ما رأيك أن أخذك إلى شجرة تفاح شهي ولذيذ وحلو؟ وأين هي؟ إنها في أسفل الوادي الأخضر عند الشلال الكبير. تفاحها كبير وخيرها كثير وصيدها وفير. ما رأيك أن أتي إليك في 5 لنجمع بعض التفاح الشهي؟ أعلم أنك تحبه. وكالعادة ذهب الصغير قبل الموعد المحدد مع الذئب بساعة، وخرج إلى حيث دله الذئب لكي يجمع بعض التفاح من الشجرة العالية، ولكن ليس كل مرة تسلم الجرة. ماذا سأفعل؟ لقد أتى قبل موعده. مرحبا يا صديقي، لقد سبقتني إلى هنا. لم أجدك في بيتك فتوقعت أنك هنا تقطف التفاح. هل مذاقه لذيذ؟ إنه لذيذ وشهي وطازج أيضا. قلت لذيذ وشهي؟ رائع وشهي. ألذ تفاح آكله في حياتي. لذيذ إلى هذه الدرجة؟ طعمه لا يوصف. هل أرمي لك واحدة؟ نعم يا صديقي، إذا تكرمت علي. هذه لك. تعالي أيتها التفاحة إلى البيت. وفي اليوم التالي جاء الذئب ليحاول خداع الصغير. ماذا تريد أيضا؟ انكشفت ألاعيبك. سيفتتح اليوم في ساحة البلدة مهرجان للتسوق. ألا تحب الذهاب معي إليه يا صديقي؟ لكن في أي ساعة؟ الساعة 3 ظهرا. أتيت باكرا
إلى هذا المهرجان كي أستطيع العودة إلى البيت قبل قدومه. كلهم يهربون أمام الذئب الشرير. وجدتها. من فضلك أعطني جرة. هل ترى أن هذا وقت ذلك؟ نعم وقته تماما، يجب أن نفعل شيئا. لماذا ترمي الجرار أيها الصغير؟ سأحاسبك بعد التخلص من الذئب. حسنا أيها الصغير المزعج، سأكلك وأحطم عظامك كي تعلم من أنا. يا إلهي. إذا كان الأمر هكذا سأساعدك أيضا. شكرا لك. من الذي دحرج هذه الجرار باتجاهي؟ ساعدني يا أمي. ادفعوا المزيد من الجرار. لم يبقى إلا القليل من الجرار، فماذا سنفعل؟ سأنتقم منكم. وجدت الحل. سترون ماذا سأفعل بكم يا جبناء. لقد عاد ثانية. هيا أيها القط، ادفعه بقوة. ولكن هيا بسرعة. كما تحب. هيا. سأكلك أيها الصغير لأنك تجرأت علي وهزأت بي أمام الجميع. سترى. لم ينضج بعد. افتح أيها الوقح. يجب أن أعلمك كيف تعامل من هو أقوى منك. ستندم لأنك تطاولت وسخرت مني أمام الجميع. افتح وإلا دخلت إليك. ليس أمامه إلا المدخنة. إذا تسلق ونزل من المدخنة فماذا سأفعل؟ انتهت حكايتك أيها الصغير. وهكذا تغلب الصغير على الذئب الشرير وقضى عليه قضاء مبرما. واحتفل أهل البلدة بسرور بالغ، وشكروا ذلك الصغير لشجاعته ورجاحة عقله في مواجهة ذلك الذئب الشرير. ثم عاش الجميع بفرحة غامرة، يرقصون ويمرحون ويعزفون ويغنون ويطبخون الطعام ويبنون البيوت.